الجفاف، الفيضانات والأمراض الفيروسية والمخاطر الزراعية. المسارعون والموالون يتخبطون لسنوات مع عديد الإشكاليات في ظل ضعف المرافقة من طرف الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي، بعد أن عجز هذا الأخير عن أداء مهامه حسب مهنيين والمتعلقة بتأمين الموسم الفلاحي. رئيس الجمهورية يتدخل العام الماضي لإنقاذ الموسم من الضياع من خلال تحمل الخزينة العمومية أعباء خسائر الفلاحين، فأين هو دور الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي؟ نقولها بصوت عالي، ما على باليش حتى واحد مش ملك خاص تاع الشخص، ما يتصرفش الشخص هذا بوحده. شو اليوم مش يلعب في الدور تاعو كما هو لازم الحال. طالبوا بالامس واليوم وغدوه يرجع الصندوق للفلاحين بصفه بصفه تامه، كلمه بالمعنى الكامله للفلاحين، هما اللي يتصرفوا فيه. الفلاحون بصوت واحد يطالبون بإعادة هيكلة الصندوق. والله الصندوق هو الآن أصبح خلية فارغة، خلية نحل فارغة، ما عندها حتى دور في القطاع الفلاحي، لا تلعب دورها في القطاع الفلاحي. هي مخصصة فقط للتأمين على المركبات وبعض المحاصيل الفلاحية، وكذلك هناك مسيرين عمروا كثير على رأس الصناديق. مش من المعقول أنه مدير عام يقعد 11 سنة في نفس المنصب. هناك لازم نوصلوا تكون هناك تغييرات حتى نقدروا نواكبوا كل هذه الديناميكية اللي وضعتها الدولة. تمويل الفلاحين بالقروض لا يزال مجمدا، عدم تطوير منتجاته بما يواكب احتياجات الفلاحين من الكوارث الطبيعية، خروجه عن مهمته الأساسية، أداء ضعيف ومفلس. هكذا أجمع مهنيون، والمطلوب إعادة هيكلة الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي ليؤدي دوره على أكمل وجه.